تعالي يا بنت تعالي. على فكره زعلان منك قوي. ليه بس يا لا بابا؟ لا لا شكلك كده مش عايزه توفري لنا، مش عايزه تاكلي، مالكيش نفس. لا يا بابا والله انا اكلت الحمد لله. لا ولا اكلتي ولا تعال حاجه. طيب اقعد. ما اكلتيش. انا مش عارف مالك، اوعى كنت بتتوحمي. طب اوعى سودا. لا يا بابا بتوحم ايه؟ امال ليه ما بتاكليش بقى كويس؟ لا اكلت والله يا ماما الحمد لله. في حاجه مضايقاكي ولا ايه؟ لا يا ماما مفيش حاجه مضايقاني. بص بقى بصراحه انا يعني قلت يا بنت اتكلمي. يا بابا انا قلت بس اما اشرف يجي هبقى اكل معاه، يعني ما ينفعش اكل هو بره. مش دي الاصول برضه. مستنيه شايفة. جوزها. مش انت اي حاجه تقابلك تبلعيها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ الحمد لله ازيك يا على أشرف؟ السلامة. والله النهارده وشكوا حلو عليا قوي. طب لا الحمد والله. لله. بجد. دايما يا رب. يا نغم تعالي معايا بعد اذنك شويه. حاضر. ايه ده اشرف، كسبت البريم ولا ايه؟ لا لا اكتر من كده كمان يا عم. ناجي. يا عم نسيت اسم حماد. ده انت يا بدأ عم ناجي، هعمل ايه من الفرحه يا عم ناجي؟ مش سعاني. اخيرا لقيت شغل حلو قوي الحمد لله رب العالمين. ربنا يفرحك. يلا تعالي يا نغم تعالي. عايزك يا ماما عايزك يا بابا. طيب طب عايزكم يا جماعه بعد اذنكم. نفسك اتفتحك دلوقتي ها؟ اروح معاهم. ما تقعدي يا وليه انت جننتي داخلين اوضتهم. طيب هجيبك من شعرك، اقعدي هنا. الشنط اللي جايبها احنا مالنا؟ ليه احنا مالنا؟ ما احنا في بيت واحد لازم اعرف الشنط فيها ايه. شعري واكلني. اروح؟ لا اقعدي احسن، اقسم بالله اخبطي خبطه على ابوك اسقط لك نابوك. عايزه اعرف الشنط فيها ايه. هموت واعرف. اكيد اكل. روحي انصرفي باذن الله، اياك يطلع لك قرد في الطرقه. طيب خلاص انا هستنى هي تيجي تقول لي بقى. يا لهوي على التطفل بتاعك، تليفونك بيرن. إيه، انت بتضحك عليا ما بيرنش. عشان تقعدي. تعالي يا نغم تعالي. هي ازيك يا هنا عامله ايه اخبارك؟ هي في ايه الشنط دي كلها؟ بص يا ستي انا هقول لك على كل حاجه، هحكي لكم على كل حاجه. اللي حصل؟ انا رحت النهارده الكافيه، بس للاسف بقى المدير بتاع الكافيه قال لي مش هينفع ان انت تشتغل فتره اخر النهار لان احنا عايزين فتره الصبح. ايه ده يعني انت ما اشتغلتش؟ ما انا جالي في الكلام اهو، اصبري بس يا نغم. ماشي. اللي حصل ايه بقى؟ بصراحه صدمت وزعلت وقعدت اقول له ارجوكم مش ارجوكم، مفيش فايده. فرحت عامل ايه بقى؟ قعدت ادور على شغل لحد ما ربنا كرمني المصنع اداني الهدوم دي هدوم اطفال. اوزعها بقى على في الشارع كده يعني للناس، يعني مندوب مبيعات يعني. ايوه ابيعها بقى للناس في الشارع كده، وفي بقى كمان ايه يعني بيدوني كمان مكافاه كمان لما ببيع زياده اكتر، يعني ايه بيدوني مكافاه زائد المرتب كمان. طب حلو قوي ده، حلو قوي الكلام ده. ايه رايك بقى؟ عشان كده فرحان ومبسوط الحمد لله يا جدا. رب. ايوه طبعا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هتروح الدرس عند الاستاذه اللي قالت لك ان انا لازم تاخد عندها درس لسقطك، ما تلاقيش ان شاء الله على اخر الشهر ان شاء الله هخليك تروحي لا تاخد بس درس انا عندها. مش هسيب الابله دي، انا لازم اروح للمديره واقول لها ما ينفعش تقول للعيال كده برضه. ما انا خايف يا نغم لا تقعدي بعد كده تكلميها وبعد كده تضغط على البنت ولا تدي درجات وحشه للبنت. لا. فمعلش كبري بقى دماغك واحنا نوديها الدرس وخلاص. ايه رايك؟ والحمد لله ربنا فرجها اهو. ها ماشي قلت ايه؟ اللي تشوفه ان شاء الله. يلا فكوها بقى كده وافرحوا كده وانبسطوا كده والحمد لله رب العالمين. طيب يا اخويا غير هدومك كده عبال ما ايه اعمل لك لقمه تاكلها. ماشي ربنا يخليك يا رب. وحضري الحمام كده انا بس اشوف الاول ابوكي ولا امي كده، حد يكون عايز الحمام ولا حاجه. حاضر. عايز اخش اخد دش من التراب بتاع النهارده بتاع الشارع. حاضر معلش. ماشي. اقعدي انت هنكملوا مذاكرتك يا حبيبتي. عايزه حاجه اجيبها لك ولا تشربي حاجه؟ شكرا. طيب يلا يا بابا. ها وريني ايه الحلاوه دي؟ وريني. يلا بتعرفي تقري انجليزي؟ ايوه. يلا عشان اوديك الدرس بقى كده، عشان بسم الله ما شاء الله كده عايزك دكتوره ولا مهندسه. ماشي؟ تعرفي تقرا بقى انجليزي وتعرفي الحساب والعربي وكل حاجه. ماشي؟ عايزك تذاكري كويس قوي وما تشغليش بالك، ان شاء الله ربنا فرجها الحمد لله، والشغل ان شاء الله اهو كتير وهيجي لنا فلوس كتير، وان شاء الله باذن الله هنقعد بس فتره صغيره هنا وبعد كده نأجر شقه جميله جدا بره. ماشي. تمام؟ عشان اشتغلت شغلانه حلوه قوي مع الشغل بتاع الصبح، وان شاء الله تبقى الحاله زي الفل وهنرجع كويسين زي الاول. ماشي يا ماما؟ واجيب لك هدوم كتيره واجيب لك جزم كمان برضو كتيره حلوه، كل حاجه هجيبها لكم، مش هقول لكم عايزين اي حاجه خالص. ماشي يا بابا؟ ادعي لي بس، ادعي لبابا بس، قول يا رب ربنا يحن عليك يا بابا، ربنا يرزقك يا بابا، ربنا يخليك يا حبيبتي يا رب. اللهم انت كريم يا رب. الحمد لله يا رب، الحمد لله. هو انت ليه بتاخدي العصير بالليل بتاعه وتشربيه؟ لا انا جايب لك 2 وانا 2، تقول تشربي الاربعه. ما انا ما احسبكش بتحبه. هو امال جايب امه ليه هنا عشان تشربيه؟ ليه انا؟ ايه يا حبيبتي؟ انا هحضر اكل الاشرف.
حد منكم عايز ياكل ولا حاجه؟ لا احنا مش عايزين ناكل، شكرا كتر خيرك. اتعشوا انتوا واتبسطوا. تتعشوا جوه؟ بقول لك ايه يا ماما، نعم. هو مفيش يعني بيضه كده ولا كده؟ اصل انا مش لاقيه غير جبنه في الثلاجه، ويعني كنت عايزه بيضه حتى واحده اعملها لاشرف. نعم. خد اللي انت عايزاه. بص. بتقولي ايه؟ بيضه لاشرف؟ اه ايه اول ما يقويكي في ايه يا ماما؟ انت من اولها تقولي لي عايزه بيضه والتلاجة فيها ايه، واخد الجبنه لاشرف واخد البيض لاشرف. ليه يا ماما يا حبيبتي؟ ليه؟ والشنط اللي دخلت جوه الشنط اكل قد كده، ده شايل شنطتين كبار قد كده، ده انتوا دخلتوا بيهم لوحدكم جوه. قلت هتاكلوا جوه لوحدكم بدل ما تطلعي لي منهم علشان اتعشى، جايه تقولي لي التلاجة عندها بيضه لاشرف، وهو اصلا اشرف هتكفيه بيضه. يا ماما في ايه؟ انت فاهمه غلط على فكره. فاهمه غلط ايه؟ مفيش حاجه، ايه ده بس؟ فاهمه غلط ايه؟ ده طلع ما عندوش لا دم ولا عنده اخلاق ولا عنده احساس ولا عنده اي حاجه غير الميه الساقعه. ليه يا بس يا حماتي؟ ليه انا عملت ايه ده كله؟ الشنطه اللي دخلت بيها جوه 2 كلهم اكل، ما اعرفش اكل ايه. مش اكل يا حماتي، والتانيه فاكهه، واكيد عمالين تاكلوا جوه، وفي الاخر خارجه تقولي بيضه لاشرف. يا حماتي فهميني، هو في ايه؟ طب انا هفهمك. طب يا حماتي ليه الاستغلال ده؟ جايين تستغلوني ليه؟ هفهمك. طيب انا هفهمك. جايين تضحكوا عليا انا؟ والله ما اكل ولا شرب ده يا حماتي، والله اللي حصل ان انا رحت الكافيه عشان اشتغل. الراجل قال لي ما ينفعش، عايزين فتره الصبح، وانت عارفه ان انا موظف الصبح ودي فتره اضافيه اللي انا عايزها، فما ينفعش. فمشيت، وانا لما مشيت رحت رايح ادور على شغل تاني. ربنا كرمني بمصنع يا حمايه معايا، بس خدت هدوم من المصنع عايز ابيعها في الشارع وارزق من وراها. يا ماما شنط هدوم مش يا ماما، مش شنط هدوم اطفال والله. والله ده باكل ولا شرب، والله انا هحوش عنكم حاجه؟ لا اله الا الله. ما انت دخلت بالشنط جوه وقلت فاكهه واكل وقاعدين تاكلوا وخارجه تقول لي يا تفصى يا ابني، ما هتلاقي الشنطه لو مليانه ورق وريها لها. والله يا عم ناجي انا من فرحتي خدت بعدين ورحت داخل جوه عشان اقول لمراتي واحكي لها على اللي حصل وافرحها معايا. دايما تكتبي الفرحه كده بقلب العيال. انت ايه يا شيخه؟ ارحمينا شويه. ما هي ما ورتنيش الشنط. هو ايه ده؟ طب وخلاص. خلاص يا عم ناجي، عم ناجي ما تزعلش نفسك، خلاص صلوا على النبي يا جماعه. يا اشرف يا ماما بس فهمت غلط، يعني ايه ده بس؟ انا وضحت لها اهو، انا وضحت لها كل حاجه اهو، انا وضحت لها كل حاجه. ما تزعلش انت يا عم ناجي. بس بعد اذنكم، لا بعد اذنكم مش هينفع، مش هينفع ان انا اقعد هنا بعد اذنكم. بص يا حاجه حماتي، انا ان شاء الله باذن الله يا دوبك يومين 3 بس استحملوا مراتي فيهم لحد ما الاقي شقه ان شاء الله كويسه، وهاخد مراتي وبنتي واروح ان شاء الله اقعد فيها. يا اشرف انت بتقول ايه؟ معلش يا حاج، معلش عشان خاطري. هو سوء تفاهم بس يا اشرف. ايه ده يا ماما فهمت خلاص. معلش يا جماعه عشان خاطري، هي خلاص كده جابت الاخر. معلش بعد اذنكم. يا اشرف بقول لك ايه، هو زعل ليه؟ نعم. انت ايه يا غراب الناحيه انت؟ اقعد، تعالى اقعدي هنا بقى، وبعد كده اقسم بالله لو عملت اي حاجه غلط لكسر عظمك هفشفشك. سامعني ولا كده يا لا؟ ماما يعني عاجبك كده الراجل؟ مش زعلان؟ هيروح فين وانا غلطانه؟ انا ما وريتونيش انتوا الشنط فيها ايه يا شيخ. هو في ايه؟ انا ما غلطتش في حاجه، انا قلت عايزه اشوف الشنط وبحسبكم جوه بتاكلوا. فيها حاجه دي؟ بناكل ايه يا ماما؟ انت عارفه انه رايح يدور على شغل يا ماما، ليه حتى قبض من الشغل عشان يجيب اكل؟ هو مش قال رايح الشغل؟ ما لو معاه فلوس يجيب اكل ما كنا قعدنا في بيتنا يا ماما. ايه اللي خلانا نيجي هنا؟ مش جايين هنا عشان معناش حتى الايجار. انتوا جيتوا هنا علشان ما معكوش الايجار. طب اقعدي بقى وطري حضرتك في الناس. اتقي الله شويه. انا داخله جوه. هو في ايه؟ محسسني ان انا عملت جريمه وانا ما عملتش حاجه. لا انت ما عملتيش حاجه وحشه ابدا، ده انت نسمه. عارفه النسمه الطايره كده؟ هو انت النسمه. مش انت بقى اللي بيقولوا عليكي تتحط على الجرح يطيب؟ بطلب بحقي. تتحط على الجرح يتعمل له عمليه. جايين يفضوا الثلاجه بتاعتي. ثلاجه ايه؟ الثلاجه انت اللي كانت فيها 3 4 بيضات. ده انت شلت الاكل عشان عيال بنتك ما تاكلش منه. وفي علبه جبنه. اروح فين؟ بقول لك على حاجه، والله العظيم 3 بطلعك. انا ما هوش طايقك ولا عايز ابص في وشك. انت طفشت لي البيت وطفشت جوزها. انت ايه يا شيخه؟ يا خرابي. ما تطلق، انت فاكر الطلاق سهل؟
برضه هاخد حقي. 7:30 ليلا و8:30 صباحا. ايه ده ماما؟ في ايه يا هنا؟ مالك مضايقه ليه؟ لا مفيش حاجه حبيبتي، ذاكري. امال تيتا وجدو كان صوتهم عالي ليه؟ لا مفيش حد صوته عالي. بقولك ايه يا هنا، سيبك انت من كلام الكبار ده وقومي العبي كده ولا شوفي اي حاجه اعمليها. ماما وانا ينفع اقولك على حاجه؟ هما ليه كانوا بيزعقوا لبابا؟ عشان بابا يعني مش معاه فلوس؟ هنا بصي يا حبيبتي، في حاجات بتبقى للكبار مفيش حد من الصغيرين ينفع يتكلم فيها، خلاص؟ ماشي في كلام كبار يبقى للكبار واحنا ما ندخلش فيه عشان عيب. ماشي. قومي بقى العبي كده ولا اعملي اي حاجه. حتى البنت كمان، بنت ملاحظه الزعيق وملاحظه الوش والقرف كده، الموضوع شكله مش هيبقى سهل واحنا هنشوف عذاب النهارده. يا رب عدي الايام دي على خير بقى. انا ما كنتش فاكره ان هيحصل ده كله، كنت فاكره الدنيا هتمشي كويس وهتبقى سلسه كده ومش هيبقى في مشاكل، وهم اللي عشموني بكده. ان ماما كانت فرحانه وبابا وقالوا لي انه هيبقى زي بيتكم ومش هتحسوا انك غرب، لكن الظاهر ان انا كنت غلطانه واشرف كان عنده حق. يلا ربنا يعدي الايام دي على خير بقى. مش هتعمل لنا كوبايتين شاي ولا حاجه؟ انا ماليش نفسي اعمل حاجه. ايه ده؟ ايه ايه يا بنت الخبط والرزع ده؟ انا بلعب. لا ما تلعبيش هنا، مش ملعب كوره ولا بلعب بكل بجاحه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه هو اللي بلعب ده؟ ايه ده مش تخش في بلادي كده؟ انا بلعب يا تيتا. هو ايه احنا فاتحين ملعب هنا؟ بقول ما لك عيله انا بتلعب وجعاني في عماله البيت. تخبط في البالونه وجعت دماغي. هي البالونه توجع دماغك؟ ده انت وجعت دماغ بلد. هو في ايه؟ انا تعالي يا سامعاها بنتي عماله جنبي. تخبط وتقول لي انا بلعب ملعب كوره. هو ايه يا ماما؟ ما تزعليش تيتا، بس متضايقه شويه عشان أنا جابت لسه البالونه مديها على عضلة. دماغي وتقول لي انا بلعب. والله ما جت على دماغي، الله. وبنتي جت على دماغي هتوجعك. لا ما ينفعش، ما فيش حد بيلعب في الشقه دي. خلاص شقه ما ايه؟ تزعلهاش قدامي. هو ده ايه؟ حش العماره بره عشان تلعب براحتها، بره تلعب. يا ماما بره تلعب. خلص يا ماما، هي دخلت جوه ومش هتتكرر تاني. انا اسفه، وان شاء الله اشرف يعني ربنا يكرمه ويجيب لنا حاجه وهنروح نقعد فيها. انا ما قلتش حاجه، ما خليك قاعده، انا ما قلتش، بس تقعد على جنب جوه، مش جايه فوق دماغي وتلعب. خلاص يا ماما انا اسفه. لا حول ولا قوه مش الا هتتكرر بالله. تاني. عن اذنكم. طب اتفضلي يا بنتي. اقعدي بيها جوه في الاوضه. يعني يحبسوا نفسيهم؟ انت تتحكمي في الناس ليه كده يا ست؟ ما كفايه اللي انت عملتيه مع جوزها وخليتيه ساب الدنيا ومشي، عايزه ايه تاني يعني؟ هو راح يشوف شغل. هو ايه؟ راح يشوف شغل، ينزل دلوقتي يشوف شغل. الله. اما اذا كان هو كان جاي من شغل اضافي وطلعنا عينه، كسرت نفسه وضايقتيه وتعبتيه وتيجي نازل من غير اكل، انت الله يسامحك. انا ما اعرفش كلكم متضايقين مني ليه وانا ما بعملش حاجه. لا انت ما بتعملش حاجه خالص، انت قاعده على السكانه بتصلي يا صباح. انت بتعملي حاجه؟ انت طول النهار عمال عامله لنا زي نهر ونيل في البيت، مره معايا، مره مع البنت الصغيره، مره مع جوز بنتك، مره انت في ايه يا ست؟ زهقتينا في عيشتنا يا شيخه. اوعى ما اشوف بنتك. ما تشوف اللي تشوفه، يعني انت اكن انت اللي طيب وحنين وانا بقى اللي مفتريه، وانا اصلا ما بعملش اي حاجه، نازله خبط البت فوق دماغي وانا بصدع على طول. ايه وجع القلب ده؟ يعني في بيتي ومش عارفه اقعد براحتي في بيتي. طب اقعد فين يا ولاد؟ اروح اقعد في الشارع يعني ولا اقعد فين؟ ايه القرف ده؟ السلام عليكم. اتفضل يا بابا. حقك عليا يا بنتي، ما تزعليش. انت عارفه امك اعصابها تعبانه وعارفه كويس قوي ان هي ماديه، واهم حاجه عندها اللي يجيب لها حاجه ويحطها في حجرها. هي شافت الراجل داخل مع الشنط بتاعت الشغل، قالت لك يا ما هنا يا ما هناك، دي فيها فراخ وبط وديك رومي. طلع عيني نقبها على شونها، اتجننت، جالها زهايمر في دماغها. وانت يا ستي لما تلاقيها قاعده متلقاها كده في حته ابعد عنها، عندي العب معاكي. انت عارفه انها بتتلكك. ماشي ماشي؟ اوعي تزعلي.
لو الدنيا دي كلها زعلت انت ما تزعليش، سامعه ولا لا؟ ماشي. خلاص يا نغم بقى، حقك عليا معلش، انا جيت يا اعتذر بابا ما لك. فيش حاجه يعني، عادي بقى ماما يعني من حقها يعني، ست كبيره برضه وما انا مش تستحملش عايز الصداع. بتعمل بنت ده لو حماتك مش هتعمل كده والله. انا مش بقومك عليها. شعنونه. ما تزعليش منها ها؟ ايه يا بابا انا مش زعلانه، خلاص. ان شاء الله اشرف ربنا يكرمه ويجيب لنا مكان ونروح فيه. بقول لك ايه، ما بيني وما بينك كده اسالي كده بشويش ودوسي على حته الحساسيه اللي عنده دي، لو محتاج فلوس ولا حاجه اثر. ماشي، انا عارف ان هو خلاص مش هيقدر يقعد هنا تاني ابدا بعد اللي حصل منهم 44 دي. ربنا يخليك لنا يا بابا يا رب. ماشي يا بنت، حقك عليا ان اقوم اتكل على الله. يلا عايزه حاجه؟ لا سلامتك. لو زعل من تيتا. حاضر. يلا باي. ماما هو بجد ان احنا هننام؟ ان شاء الله يا حبيبتي، ادعي لبابا بس ربنا يرزقه يا رب. يا رب يا اشرف ربنا يكرمك باي فلوس بس ونخلص من اللي احنا فيه ده. ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ يا ريتني ما كنت رحت ولا كنت جيت. اتقلت كرامتي واتذليت انا واولادي، بس غصب عني. اشرف، اهلا يا محمد. عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه اخبارك؟ ضاعت. الماتش لسه ما ابتداش ولا ايه؟ ماتش ايه بقى وزفت ايه بقى؟ ما تزعلش نفسك. جبت فلوس؟ جبت لك الطلب. انت قايل على 20 وانا جبت لك 40. معلش يا محمد حقك عليا. لا ولا لتاني مره يا ابني ما اسمعش كلامك. بص يا اشرف، كل اللي انت عايز تقوله لي انا سمعته من واحد وبين اتنين، لان نفس المشكله بتاعتك دي، بس انت غلطان انك ما سمعتش كلامي. بس انا فعلا غلطان. انا قلت لك كده، انت غلطت غلطتين، التالتة تابتة يا صاحبي، مره ساعه القرض ومره لما قلت رايح اقعد عند النسايبي. حرص بقى في التالتة. حصل. لا مفيش تالتة ان شاء الله. انا بس ان شاء الله هاخد الفلوس دي وهحاول اشوف شقه كويسه عشان اخد بنتي ومراتي من عندهم. بص انا بقى ليا نصيحه عنك. قول يا محمد. الشقه اللي انت كنت فيها مش مرتاح فيها؟ كنت مرتاح فيها بس كان ايجارها عالي شويه، وزي ما انت شايف الجو كان غالي فاضطريت ان انا اسيبها. لا. لان اتكسر على الايجار. عادي، انت كلم الراجل عادي، انا مش شايف ال 2000 جنيه عاليه، يعني لما تديله 20000 يبقى 10 شهور قدام تمام. وتريح دماغك، وال 20000 الثانيه تعيش بيها انت ومراتك، والمرتب اللي يجي اكسره، وانا مش مستعجل على الفلوس يا صاحبي. حبيبي يا محمد، لحد ما ربنا يكرمك كده وتقف على رجليك، واي حاجه تعوزها ارفع التليفون وقول لي يا محمد انا عايز الطلب تاني، حبيبي. ما تشغلش بالك. حبيبي ده عشم يا محمد والله. الله يخليك. بس اللي ما كنتش منتظر انهم يعملوا فيا كده. حماتي تزعل لي وتزعل مراتي. ليه؟ عشان خاطر دخلت بكيسين يا محمد وبتاع شغل، تفتكروا ان انا جايب اكل من وراها؟ ده بص بقى، ده انا كنت بفتكرها، ده انا عاملها زي امي. يا عم ده انت حتى الوقت اللي حول ولا قوة. هتدخله خليك في يوم سهرت معانا على القهوه، عارف لو روحت بالليل هيقولوا لك ايه؟ انت ايه اللي اخرك كده؟ احنا عندنا هنا الباب بيتفتح بمواعيد وبيتقفل بمواعيد. يا محمد ده انا كنت بخش الحمام باذن كمان يا محمد. ده انا كنت بقول لمراتي شوفيهم واستاذني منهم ان انا اخش الحمام. في اكتر من كده؟ يلا قوم قبل الليل ما يليل، عايزك تروح للراجل صاحب الشقه. ماشي، انت لسه عفشك فيها ما لميتوش، كويس انك لسه ما لميتوش، روح وقول له ده 10 شهور مقدم اهو، هو انت مكسور عليك شهر، اديله الشهر ويبقى كده انت دافع 9 قدام، وال 20000 الثانيه تعيش بيها. يلا قوم بقى عشان تكسب وقت. ماشي يا محمد. يلا مش عارف من غيرك انت عايز معاك اي حاجه؟ ربنا يخليك يا حبيبي. بجد والله ما تحبش منك وقت يا اشرف مدينه أنا مش تقطع عارف. معاك. انا مش عارف والله اعمل معاك اخوك ايه. سداد. ربنا يخليك لي يا رب، ما الله تحبش يخليك. منك. يلا هي دي الصحاب. حبيبي يا حبيبي يا اشرف، محمد. يلا ربنا يستر ما عليك. تحبش منك يا محمد. مع السلامه. وربنا يا رب يقدرني ويرد جمالك دي يا عم سيبها على الله. يا رب. سيبها ربنا على الله. يخليك حبيبي يا محمد. السلام عليكم. يا حمص ابعت لي قهوه وتعالى شغل الماتش. ايه ده؟ ايه اسمه ده؟ ايه اسمه ده؟ ايه ده في ايه ده؟ يا ست مش شوش عليها بلاعب البنت، ما انا سايب لك الاوضه جوه وما رضناش نعمل لك ازعاج. يا دماغي مفيش لعب بيبقى في الشقه، قلت يعني خدها وانت دلوقتي في عز الحر روح الملاهي روح الجنينه، روح اي حته. ولما يجي لنا ضرب الشمس بقى بسببك قول لي زيكم ما بيجيلهمش حاجه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر. تعالى نلعب على التليفون. العبوا على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك اهلا. ازيك يا حماي؟ عامل ايه يا حبيبي، اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الله يكرمك يا رب. ازيك يا هنا؟ عامله ايه يا بابا؟ مطلوبه يا هنا دي. ازيك يا حماتي؟
الحمد لله يا ابني. عامله اخبارك ايه؟ كويسه الحمد لله. انا عارف ان انا اتقلت عليكم انا وهنا ونغم، ومعلش استحملونا شويه. الحمد لله رب العالمين، ربنا فرجها، وان شاء الله باذن الله هاخد هنا وهاخد نغم دلوقتي وهنرجع شقتنا تاني، لان انا دفعت الراجل الايجار بتاعه، ودفعت كمان هدفع كمان مقدم كمان بقيه الشهور التانيه. معقوله؟ ان شاء الله. طيب ماشي، الف مبروك. اتفضلي يا حماتي. ايه ده؟ ده 1000 جنيه، ده حق اليوم اللي احنا يا قعدناه. ابني عيب كده، ما يصحش. استنى بس، تشتمني في قلب بيتي يا استنى بس يا عم ناجي، اتفضلي. انت بتعملي ايه؟ اتفضلي كويس. 1000 يا بنتي عيب كده، ما يصحش. يا نغم. ليه؟ ما هو وفر ايجار. وفر ايجار؟ الله. ليه كده يا ابني؟ عيب كده، انت كده بتهني في بيتي. معلش يا عم ناجي، احنا تقلنا عليكم كتير قوي. لا ولا تقلت معلش. ولا حاجه، ولا تقلت ولا حاجه. اهو الحمد لله يعني. انت جيت؟ ايوه جيت يا بابا. الفلوس تاخد السريع. احنا خلاص الحمد لله يا نغم. هنروح دلوقتي ان شاء الله انا وانت وهنا، وهنرجع شقتنا تاني. بجد؟ واستاذنت من حماية وحماتي. قال يعني ربنا كرمك بفلوس ولا الحمد لله رب العالمين، نحمد ربنا. الحمد لله 40000 جنيه هم. الحمد لله هندفع 10 شهور، واخد بالك، والباقي هنخليه معانا. طب أهو، منين خلي مصاريف الفلوس معانا. دي منين يا اشرف؟ يعني عرفت تجيبهم ازاي دول؟ جبتهم بقى من عند الله يا نغم. من عند الله. هو بينقط فلوس وانت قاعد على القهوه ولا ايه؟ يا حماتي يا حماتي، الفلوس دي انا مستلفها من صاحبي يا حماتي. دايما كده عقلك يروح لبعيد ليه مش عارف. ايه مستلف ايه؟ انا كنت في إيه يا ماما؟ بقول الراجل ده خبيث. لا حول ولا قوة انا الا قلت بالله. قبل كده، قلت عايز يقعد هلا. هنا عشان تعالي اكله وشربه ونوم وقعد كله ببلاش، وفي الاخر طلع 40000 جنيه. يا حماتي عيب اللي بتقولي ده يا حماتي، ده انا بعتبرك زي امي يا حماتي. والله ما ابخل بيه عليكم بحاجه ولا حاجه عنكم بحاجه. جبتهم منين دول؟ اتصلت بواحد صاحبي وجابهم لي على الكافيه، سلف لحد ما ربنا سلف؟ يسهلها. حد بيسلف 40000؟ وانت فاكر الناس كلها جعانه زيك؟ ماما اهدي يا ده ماما. أنا عيب بقى زي كده، إيه؟ حرام عليك يا شيخ، اتقي الله. ده جوز بنتك. ده انت لو طلبت من صاحبك 40 جنيه هيقول لك ما معيش. ده بالنسبه لك انت. في ناس كويسين يا حماتي، في ناس كويسين والله، ويتمروا فيهم العشره والصحوبيه بال 40000. بال 40 وال 50 كمان. ماما انت ازاي بتتكلمي كده يا ماما؟ تهدي شويه، وبعدين عماله تتكلمي كده قدام البنت كمان، ينفع كده؟ بنت انت ايه؟ حركت البيت، هتدلني الحكايه دي والكلام اللي انت قلتيه في ودنها لحد ما تكبر وتتجوز كمان. انا مش عارف يا حماتي انت بتعملي معايا ليه كده؟ انا عملت لك ايه وحش بس عشان تعملي معايا كده؟ معلش يا أشرف، ما حقك عملتش، ما كنتش صريح اصلا. والله صريح معاكم في كل حاجه، ده انا كنت بعتبرك زي امي بالظبط، وبعاملك معامله امي بالظبط. ليه بتعملي معايا كده ومع اولادي ومع مراتي؟ دي بنتك. طيب معاملة امك هتديها 1000 واحده من ال 40000؟ يا نهار اسود منيل، انت عايزه ايه؟ تكليله لبطنك. يلا يا على نغم. فكره يا ماما هو قال لك اني سالفهم، ما كسبهمش ولا في ميزان. والله العظيم سالفهم يا حماتي، كنز والله ولا سالفهم، ده حاجة. محوشهم. صدقي انت الكلام ده، سالفهم اتكل على الله يا ابني، خد مراتك واتكل على الله. بعد اذنك يا عشان حماتي. تاخد منك الفلوس اللي في جيبك. ماشي بعد اذنك يا حمايه. يلا يا نغم، هدخل اجيب يلا هاتي الهدوم بتاعتك وهاتي البنت ويلا. مع السلامه. يلا يا بابا. مع السلامه. هو انت شفت ال 40000 جنيه في جيب الراجل اللي شقي بيهم ولا استلفهم ولا عمل وعايز تاخديهم منه؟ هو انت شريكه في الدنيا دي كلها؟ يجوا عندنا ويقولوا ما فيش، ما معناش لا نور ولا ايجار ولا اكل ولا شرب ولا انت بتعملي كده معانا اهو. ولا معانا، وفي الاخر اهو طلع 40000 من جيبه، وفي الاخر عايز يضحك عليا انا وبيحسب ان انا اصدقه. قال سلف مين ابو سلف؟ ده السلف تلف والرد خساره. خلاص هو حد بيسلف؟ خلاص قلتيهم، استريحتي، مشيتي بنتك زعلانه وجوزها. البنت الصغيره دي هتدناها حاطه كلامها بدماغها كده لحد ما تكبر. انت ايه، حسي شويه، حسي ان انت بتطلعي الدبش من هنا اهو وتحدبي الناس بدماغها. ليه؟ على الاقل لقى شقه ويقعدوا براحتهم في الشقه لوحدهم. ما احنا كنا مرحبين بيهم وزي الفل. طيب ما كانش بيدفع حاجه. نورتوا شقكم يا حبيبي، اتفضلوا. ماشي. اشرف انا اسفه. لا ما تأسفيش ولا حاجه، ما تأسفيش يا نغم، ده بيحصل في البيوت كلها، وهو كده طبيعي، ما حدش بيستحمل حد، فمعلش هو يعني كتر خيرهم انه عملوا كده. لا يا اشرف، ما كانش لهم حق يعملوا كده. لا ولا حاجه خالص. بعدين هم في الاول عشموني وكانوا مستقبليننا بطريقه تانية خالص. انت كان عندك حق في الاول لما قلت ان احنا مش هنرتاح. معلش ما حدش بيرتاح الا في بيته، وبعد كده اهلك ناس برضو طيبين وناس كويسين، بس هو لازم يحصل كده. ما فيش مشكله خالص، ما تزعليش نفسك. لا يا بابا، هما لما كنت باجي العب في الصاله زعقت لي، وتيتا اصلا كل شويه تزعق لك. ماشي
وتزعق لي. معلش يا ماما، معلش دي تيتا برضه، ما ينفعش تزعل منها، هي بس تلاقيها بس كانت زعلانه من حاجه، متضايقه من حاجه، بس مش اكتر يعني. وبعد كده ما ينفعش، عيب ما نزعلش من تيتا، دي برضه تيتا ولا ايه؟ انا مقدره ان انت بتحاول تبرر لهم اللي هم عملوه، بس ماما ما كانش لها حق ابدا. يعني ما كانش ينفع تتكلم كده ولا تكلمك بالطريقه دي. معلش ست كبيره برضه وفي مقام امي، وبعد كده عادي معلش، وبعد كده منا فينا مش حد غريب. ما تزعليش بس انت، ما تحطيش في دماغك، وهكذا امر طبيعي، ما تشغلش بالك. انا ادخلي يا حبيبتي شوفي هتعملي ايه جوه. شيلي حاجتك من الشنطه وظبطي كتبك. امسكي بقى، ادي الفلوس اهي 20,000 هم، خليهم معاكي تمام، اصرفي منهم، وال20 التانيه دي انا هديهم لايه؟ لصاحب الشقه لمده كمان 10 شهور قدام. خلاص كده؟ بس انت هتسد الفلوس دي ازاي؟ كله على الله، ربنا موجود ان شاء الله، ما تشغليش بالك، ربنا بس انت موجود. رحت اتدينت يعني وكده يعني. ملهاش حل تاني، ملهاش حل تاني. وبعد كده الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله بصاحب محمد ده، الحمد لله ما بيحوش حاجه عني، وهو كده كده مرتاح ماديا جدا يعني، وبعد كده هو مديهمني ومش مستنيهم دلوقتي خالص. ربنا يقدرك على السداد يا رب يا يا رب. عننا يا رب. المهم بس ما تشغلش بالك بحاجه، واصرفي زي ما انت عايزه، وهاتي اكل وشرب في الثلاجه، واعملي كل حاجه، واخده بالك، وانا هدفع الايجار اهو، وربنا يدبرها باذن الله. ماشي؟ يا رب ربنا يلا موجود. مش عايزك تزعلي بقى خلاص. لا ماشي؟ مش زعلانه، زعل من ايه؟ يلا الحمد عايز لله. اقوم بقى اروح شغلي ان شاء الله، واخر النهار هبدل الراجل الفلوس بتاعت الايجار، واروح انا بقى الشغل بتاعي اللي هو الجديد ده اللي هو بتاع المصنع. خلاص. ماشي؟ ربنا يفتحها في وشك يا رب. ويرزقك برزقنا. يا رب. عايزين حاجه؟ مع السلامه. وانت يا هنا ليه؟ حبيبتي ان شاء الله اخر الشهر زي ما قلت لك كده هدي بتاع ده الفلوس للمعلمه للمدرسه بتاعتك. تعالي تعالي يا بابا، هناخد ان شاء الله الفلوس باذن الله مع ماما. هي الفلوس اهي، هتدي للمدرسه الفلوس خلاص يا نغم. حاضر. وما فتشيش بالك باي حاجه خالص. ماشي. تمام؟ وهاتي اللي هي عايزاه كله. حاضر. يلا عايزين حاجه؟ مع يلا. السلامة. السلام عليكم. يا رب يا رب يا اشرف، ربنا يكرمك ويرزقك برزقنا يا رب، ويقدرك على السداد. ما هو الدين برضه مش سهل. يا رب يا رب ارزقه بشغله حلو، ويعرف يوزع الهدوم اللي هو جايبها دي، وساعتها الربح هيبقى حلو، ويقدر يسد الفلوس اللي جايبها من صاحبه ده، وما يحوجناش لحد تاني يا رب. يا رب ما يحوجناش لحد تاني. وربنا يهديك يا ماما. ماما شوف انا هعمل ايه واظبط الهدوم اللي احنا جبناها دي.